يعني لو حسام حسن محققش نتائج، المجلس واتحاد الكوره هيقرر يمشيه ولا هيخليه؟ بصي، هو في اي عقد مدرب انت بتدي له هدف. الهدف بتاعك انت هتوصل مثلا لغايه السيمي فاينل، النهائي، قبل النهائي او النهائي. في ساعه الاخفاق وانت شايف الاداء متميز او اداء عادي، انت صاحب القرار. انما الحقيقه ان في مدربين كلها مشيت من الضغط الجماهيري، مش قرار اتحاد الكوره. فربنا بس يوفق الكابتن حسام، واحنا داعمينه خلال المرحله الجايه، وان شاء الله يعني سهوله ان احنا نوصل كاس العالم المرحله دي باذن الله. ان شاء الله. طبعا مش هينفع ان احنا ما نسالش في الموضوع ده، لان ده موضوع يعني يشبه الافلام الامريكاني، وهو فعلا امريكا كانت بتلعب دور كبير في الموضوع. حصل موضوع ليه علاقه بملف قطر في الاخر، ولكن هو ابتدى ان الفيفا كلها اعضاء المجلس 24 واحد تقريبا، يعني 25 من ال 25 كان في 7 أو 9 تم اتهامهم في قضيه وتم القبض عليهم. فهو احساس غريب جدا ان الواحد يبقى عضو في مجلس، ده لو مجلس اداره الواحد عضو فيه وفجاه نص المجلس يتقبض عليه. دي كانت حاجه غريبه يعني. فيلم امريكاني، هو فيلم امريكاني. فحضرتك يعني احكي لنا بس عن هو ايه الموضوع ده، يعني ازاي، ايه اللي حصل، والقضيه والناس اتقبض عليهم والاف بي اي كان في حاجات غريبه جدا، والحمد لله احنا مالناش علاقه بالموضوع. لا هو إيه؟ هو كان في فيلم نزل في نتفليكس اعتقد. أوكي. الفيلم هو جاب الفيلم يعني بيقول احداث من احنا عايزين نسمع القصه من اللي هو اللي كان موجود فيها. هو اللي عجبني في الفيلم انه في اخر الفيلم قال لك ال 25 يا ماتوا يا اتسجنوا والباقي واحد بس. فانا قلت لهم انا لا هو الحقيقه، بص، هو فيلم امريكي. هو كان الفيفا ما ينفعش حاجه خالص. الموضوع كله انه في اعضاء من الفيفا، انا بمثل افريقيا، وفي اعضاء ممثلين لامريكا الشماليه والكاريبيان والوسطى، وفي اعضاء ممثلين لامريكا الجنوبيه. الاف بي اي والسي اي اي والتدخل في المساله دي كان بيتدخل فوق في مع يعني كان الفساد في المنطقتين. انما في نفس الوقت هم اعضاء في الفيفا بالظبط. فالامريكان طبعا سابوهم لغايه لما يعني هم الراجل جاي من الكاريبيان بيروح على ميامي، وكان ممكن يمسكوه في ميامي. لا، هو سابه بالتخطيط مع المدعي العام نيويورك، كانت الست اللي موجوده، وقالوا نصور بقى ونعمل الشو ده، وقبضوا عليهم في الاتحاد الدولي. ورغم ان هم اصلا المشكله هناك مش في الاتحاد الدولي، انما كانت مطلوب انه الفترة دي يعني ان يبقى في فساد فيفا، انما ما كانش فيه حقيقة. كان كل ده اعضاء في الفيفا زي ما انا عضو عن افريقيا، هم اعضاء بيمثلوا قارتين تانيين، وحصلت المشكلة. وبعديها هتحصل في 2015 عملنا لجنة الاصلاح، وكنت يعني سعيد ان انا كنت بمثل افريقيا في لجنة الاصلاح. كنت انا عن افريقيا، وجاني انفانتينو كان ساعتها لسه سكرتير عام الاتحاد الدولي عن اوروبا، وزميل لينا اعتز بيه جدا اللي هو حاليا رئيس امريكا الشماليه والوسطى فيكتور، كان ممثل لامريكا، واحنا الثلاثه اللي كنا قدنا موضوع الاصلاح في الفيفا الحمد لله. دي اسماء كبيره جدا يعني في عالم كره القدم. الاسامي اللي حضرتك بتقولها اللي هم اصحابك الانتيم دول، دي اسماء يعني. لا، ما انا بتوج ما انا بقعد معاهم بقول لهم انا ادم واحد. ايوه ادم من جياني نفسه. انا الكبير بتاع القعده دي. والحقيقه هم عندهم تقدير لده بشكل كبير جدا. الحمد لله يعني. يعني الدرس اللي احنا نطلع بيه من الحكاية دي ان الانتقادات بتطول العاملين في مجال كرة القدم والعمل العام بصفة عامة، مش بس في مصر، ده في امريكا وفي كل حتت. اكتر انتقاد حضرتك اتعرضت له وازاي اتعاملت معاه؟ يعني اكتر حاجة كانت لما تتقال كنت بتبقى زعلان جدا وتعاملت معاها. بص يا فندم، انت انتقديني بطريقة ادارتي، انتقديني في مشكله ما حلتهاش بالشكل المناسب، اي حاجه، بس اي حد يتكلم في جزء مالي دي ما استحملهاش الحقيقه. يعني اي حد يعني يكلمك فيما يخص جزء مالي تسمع انت سهل جدا. الناس يقول لك الفساد، ده سرقوا. واحد مره قال لك انا بريد انا مسافر اجازه انا واولادي واحفادي، تلاقيته منزل خبر انه هرب. مين اللي هرب؟ تخيلي بقى رد فعل على اولادك واحفادك اللي بيكتب ده.
يعني ما عندوش يعني وعي ان ده ممكن يأثر في بني ادم واولاده واحفاده ليه. وبالتالي الحاجات دي هي اللي بتأثر في الانسان. يعني يخلي الكلمة لها احترامها ولها، يعني زي ما قلت طول عمر الاعلام هو تثقيف وتنوير. ما عادش ان الاعلام دلوقتي بيتغير بقى سوشيال ميديا، انه تهين الناس سهل. اول حاجه تلاقي احفادي يقول لي جدو انت ايه اللي دخلك انتخابات تانية، ما احنا كنا مرتاحين. طب اجابه المهندس هاني ابو ريده على حفيده ايه اللي دخلك الانتخابات تاني كانت ايه الاجابه؟ البلد لها حق عليك. البلد انت هتكبر وهتعيش وهتدفن في البلد دي، لها مسؤوليه عليك. وبالتالي لو اي واحد يقدر يستطيع انه يقدم يعني ايده لحاجه يقدر يساعد. وانا ايه اللي جابني تاني؟ ما احنا عايزين نعرف بقى ايه اللي جاب حضرتك يعني تاني. اكيد عندنا مشكله. صحيح. اكيد عندنا مشكله. مستوى يعني بقى هزيل، وانا مكسوف ان انا بقول كده. مستوى بقى هزيل، مستوى ادارتنا، مستوى علاقاتنا مع بره، مستوى برضو مش مخليني مبسوط. يعني كاس العالم اللي فات حضرتك شفت المغرب ازاي؟ شفت السعوديه ازاي؟ شفت اداء الفرق طبعا دي فرحه لينا كلنا. يعني احنا كنا سعداء جدا سواء باداء الكل العربي اللي كانوا متواجدين. طبعا اكتر ناس كانت زعلانه المنظمين قطر، وكان موجود مصر في هذا المحفل. طبعا كان حاجه تبقى مهمه جدا. سعيد جدا يعني المغرب وهي بتلعب زي ما تكون مصر بتلعب. كلنا عندنا هذا الاحساس، وده وصل للشعوب العربيه كلها اللي موجودين شايفين اللي بيحصل على المقاهي وعلى كل شكل. احنا كنا داعمين بشكل كبير. فطبعا بقى في غيره بقى، عاوزين مصر هي اللي تكون موجوده. فان شاء الله احنا نقدر نكون موجودين البطوله الجايه، ونقدر يعني نقدم احسن من اللي قبل كده.